السلام عليكم، كيف دايرين؟ ان شاء الله الكل يكون بخير. جينا اليوم نسوي بان سويس رطب كتير رائع. حاجتنا في ملعقتين من سكر حبيبات يعني السنيدة، 2 معالق يعني 2 معالق، كيس من الفاني، حنسوي له كريم، بيضة واحدة، ونحرك لغاية ما تدوب معنا السكر. هنحتاج لكاسين، هحط لكم مقدار كاسين في صندوق الوصف، هنحتاج منه شوية علشان نحرك، وباقي الكاسين هم هنحتاجه في الكريمة كلهم. المايزينا ملعقتين لازم يكونوا مليانين، هنحرك كل شي مع بعض ونحطهم على النار، ما نوقف التحريك. بدينا الكريمة تعقد معنا عشان نحتاجها في بان سويس، هنحتاجها في داخلها. ثم الكاسين هنكمل باقي كاسين الحليب في الخليط مع التحريك. بعد ما حركنا الكل حطينا على النار، ونبقى نحرك لغاية ما يعقد معنا الخليط مثل ما انتم شايفين عقد معنا. قبل ما نشيله من على النار هنضيف ملعقة زبدة، وأسفة على عدم تصويرها، زي ما انتم شايفين ملعقة زبدة علشان تدي اللمعة لكريم. هنخلط لغاية ما تدوب معنا، من الأحسن تكون خارج التلاجة علشان تدوب بسرعة، أنا نسيتها لغاية ما احتاجتها. ثم نخلط لغاية ما تدوب مثل ما قلت، ونطفي عليها النار. هنحطها في إناء ونحطها جانبا لغاية ما تبرد، نغطيها بكيس غذائي. ثم نحتاج للسكر ملعقتين، ثم 3 ملعقة، 3 معالق، وملعقة الخميرة العجين، ثم كيس فاني. هنحتاج كيس فاني، ثم هنحتاج لكاس ونصف من دقيق أبيض. هنخلطهم مع باقي المكونات، يعني نغربل الدقيق مع الخميرة، وهنحتاج كمان لملعقة وملعقتين من حليب بودرة، ثم كاس من حليب مثل ما انتم شايفين، والتاني هندفيهم علشان بدنا نعجن بيهم. هندفي الحليب، ما نسخنه، ندفيه بس، وهو اللي هنحتاجه في الخليط. هنخلط كاس ونصف من الدقيق مع الخميرة مع فاني مع السكر حبيبات، نخلط الكل لغاية ما تذوب معنا الخميرة وكل شي، ثم نغطيه ونحطه جانبا لغاية ما يخمر معنا. بيجي كتير رائع بين السويس، والله كتير روعة ومذاقه كتير رائع. بعد ما خمر جبنا نصف كاس زيت، صبيناه على الخليط، ثم مقياس ملح كل واحد على ذوقه، ثم نخلط الكل بالطراب اليدوي. ثم صبينا كاسين من الدقيق
مثل ما قلت راح أكتب لكم مقياس الدقيق وكل شي في صندوق الوصف. حنخلط وحنحتاج كمان لدقيق، لكن ما نصبه في كله ما بالمرة. مثل ما قلت كاسين ونصف، النصف هلا، ونخلط لغاية ما تتجمع معنا العجين. وعلى حسب كل دقيق ممكن يحتاج لكاسين بس، ممكن يحتاج لكاسين ونصف، زي ما انتم شايفين لسه بتلتصق معانا. ومجموع كيسان الدقيق هم 4. ثم حنحتاج لزبدة، ومثل ما قلت خرجوها قبل علشان ما تتقتلوا معاه علشان تدوب. العجينة بتبان لكم إنها طرية وبتتلتصق، لكن مع الزبدة حتتجمع، وندلقها بالشكل ده لغاية الزبدة ما تدخل معاها، وحتتجمع وحتصير زي ما احنا عايزينها مع الدلق. مثل ما انتم شايفين أنا اضطريت إن أخليها شوية في حرارة علشان يعني ومشان ترتخي معي الزبدة، علشان هي ما دابت ما ارتخت، خرجتها متأخرة. نجيب ندلك ونقعد ندلك فيها ونبسطها على سطح المطبخ. بدي إياها تصير كده مو غليظة، بدي إياها تكون رقيقة. يعني ده كده عملناها بالمدلك لغاية ما اتبسطت معانا. ونحط دائما دقيق مشان ما تلصق، ونبسطها. وبدي إياها تكون رقيقة مو غليظة. لما تجمع وراح تشوفوها لما نطويها على بعض تدي كده تكون رقيقة، علشان ما بديناها تكون غليظة وما تنطبخ، يعني تطيب في الفران. وبعد ما بسطناها جبنا الزبدة اللي كنت حطها على النار علشان ترتخي معي، يعني هي لسه كانت قاسية، ما خرجتها من الثلاجة بسرعة. ثم أدهن كل الزبدة على العجينة اللي بسطتها، يعني كلها تدهن ما تترك ولا مكان. ثم أتني بالشكل ده نصف الزبدة في إيدين أختي، حتني تانية أخرى، والتانيات دول هم اللي حيبانوا في العجين. ثم أتني الناحية الأخرى اللي عندي بالشكل ده، وهاخد الناحية دي مع الناحية دي بشكل زي ما انتم شايفين. هغطيها لغاية ما ترتخي معانا شوية، هحطها في التلاجة، هغطيها وبعد ما خرجتها بعد شوية خرجتها هدلقها بطريقة اللي انتم شايفينها. هبسطها بنفس اللي عملته في الأول مع دقيق عشان ما تلتصق. شكلي بديناها تكون مو غليظة. نستمر في بسطها بالشكل اللي انتوا شايفينه، وما ننسى الدقيق علشان ما تلتصق معنا. بديناها تكون رقيقة ومورقة، ودائما نرش دقيق ونقلب ونبسطها بالشكل ده. هي أكتر ما تبسطيها وتعملي
الدقيق بتصير مورقة، وراح أستمر لغاية ما أبسطها البسطة اللي أنا عايزاها، يعني تكون رقيقة مو غليظة. خلصنا جبنا الكريمة، وراح نعملها عليها كلها. هي لازم تكون متل البوماد، لكن صراحة هي أخدت شوية طهو لهيك صارت متجمدة، لازم تكون متل البوماد. وتجيبوا شوكولا نوار تكونوا مقطعينه بالأطراف صغيرة دي، وتعملوها على الكريمة من فوق، وتاخدوا الناحية اللي عندك اللي هونيك والناحية الأخرى اللي عندك بالشكل ده، تتنوها وتخدوا الجوانب، وتحاولوا إنكم تعملوا بإيديكم علشان ما يخرج الخليط، وتجيبوا القطاعة بتاع البيتزا وتقطعوه بالشكل ده، وعلى حسب العرض اللي انتوا عايزينه ويكون لما تحطوها فيه لازم يكون الناحية المتنية هي تحت، والوجه هو اللي كان هو الوجه هو اللي كان تحته حيصير فوق بالشكل ده. بعد ما حطيناها وحاولوا تبعدوا كل واحدة عن بعضها، تجيبوا حليب وتحطوه يعني فوق، وهو اللي بيديه حمار، بيديه حمار كتير رائع. ونكمل دهن ونخليهم يخمروا، أكتر ما يخمروا ما بيدي شكل جميل مثل ما انتم شايفين. بعد ما تحمروا هنزينهم بمربى، وانتوا على حسب انا زينتهم بلوز ايفيلي وكوكو. ومع السلامة.